16 سنة، 5 لعيبة 17 سنة، 5 لعيبة 18 سنة، 5 لعيبة 19 سنة، 5 لعيبة 20 سنة. ليه بقى؟ كل المنتخبات كده هتنقي من الأعمار دي. هيطلع عندي في جميع المنتخبات اللي قلت لحضرتك عليها منتخبات قوية جدا، لأن أنت بتنقي من الدوري الجماهيري، لأن نفس الفريق اللي بيلعب في الممتاز فوق هو نفس الفريق اللي بيلعب في السن تحت، اللي هو تحت السن. يعني مثلا أهلي وزمالك بيلعبوا بعض، يبقى أهلي وزمالك بيلعبوا بعض تحت. دمياط والأهلي بيلعبوا بعض، يبقى دمياط والأهلي بيلعبوا بعض تحت في نفس اليوم. ده بيتعمل له بث مباشر وده بيتعمل له بث مباشر، وفي نفس اليوم وفي نفس الملعب، اللي بس الفرق ساعات اللي بيتلعب على المباراة. طيب عشان يبقى فيه منافسة، طب دمياط هتنافس ازاي الأهلي؟ المصري ازاي هينافس الأهلي؟ الإسماعيلي ازاي هينافس الأهلي؟ هينافسوا ازاي الأهلي والزمالك بالأرقام دي؟ لا، لازم أنا أحط قواعد وقوانين. اللعيب الدوري الممتاز مفيش لعيب أكتر من 5 مليون جنيه. مفيش لعيب أكتر من 5 مليون جنيه. ده قيمة العقد لكل لاعب. أكتر حاجة يعني أنت ممكن تعمل ب4 مليون وب3 مليون وب2 مليون وب1 مليون وبنص مليون، كل ده مباح. كده هيبقى فيه منافسة. أنا كنادي لما هاخد من البث المباشر بتاعي 40 مليون، اللي هو الأخير، هاخد 40 مليون، وهنافس اللي هو الأول اللي هو معاه 100 مليون، معاه 120 مليون، زائد الشركات اللي هتجيب له. بس اللعيب اللي عندي أعرف أجيب لعيبة ب5 مليون جنيه. معلش، يعني لما أجيب 4 لعيبة ب5 مليون جنيه يبقى أنا جبت 4 لعيبة ب20 مليون جنيه. والغير ده غير الشركات اللي هتحط الطباعة على التيشيرتات علشان النادي يستفاد. الكلام ده كنا بنشوفه زمان في الدوري المصري لما كان بيلعب. كنا بنشوف ايه؟ كنا بنشوف إيه؟ شركة كذا، شركة كذا، برعاية شركة كذا، برعاية شركة كذا. الشركات ديت ما عادش بتدي للنوادي دي. ليه؟ لأن هي نفسها طلعت لعبت، ودي كانت غلطة. النادي كده ما عادش بيستفاد، نادي الجماهير ده ما عادش بيستفاد من الشركات. طب عشان يستفاد يبقى لازم تحط له إعلان. دي مهمة الشركات اللي موجودة. طيب احنا عايزين نضيف كمان حاجة في الاستثمار والاقتصاد المصري. ايه هو؟ نادي دمياط مثلا عايز يعمل هيلعب في الدوري الممتاز. الشركات اللي في نادي دمياط إذا كانت موبيليا اللي هي الأساس أو الحاجات دي، مثلا ممكن يحط الدعاية بتاعته علشان يفيد النادي وتفيد البلد وتعرف البلد دي إن فيها الأساس بتاعتها. نادي المصري بتشوف الشركات اللي هي هتستثمر صح، هي دي اللي هتروح تعمل الدعاية بتاعتها. الإسماعيلي نشوف إيه اللي في الإسماعيلية كويس بيتحط عليها كده. يبقى أنت دلوقتي بتفيد المدينة، بتفيد الجماهير، بتفيد اللعيبة. كل اللعيبة بقت متشابهة متقاربة في تنافس شريف بينهم. تمام. هنكمل إن شاء الله الحلقة الجاية علشان ما تزهقش مني في كل حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.